السلام عليكم. النهاردة هحضر معاكم زبادي متماسك جدا واحسن من اللي احنا بنجيبه من بره بكتير قوي، وكمان طعمه حلو جدا زي ما انتوا شايفين كده. هعمله معاكم في الطواجن اللي انتوا شايفينها دي، وممكن كمان تعملوها كده في كوبايات ازاز يعني زي ما تحبوا، وهقول لكم اهنوا احسن واحنا شغالين كده. اول حاجة كده هنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. انا جبت صينيه كده ورصيت فيها الطواجن اللي عندي. دوم 3 طواجن، كل طاجن بياخد معايا كوبايتين من اللبن. في طواجن اصغر من كده ممكن تاخد معاكي كوبايه لبن بس، لو انتي بتعملي زبادي على طول ممكن تستخدمي الطواجن الصغيره دي حلوه جدا، او تحطي في كوبايات ازاز. بس الصراحه كوبايات الازاز بعد مره كده كانت بتفرقع مني، يعني كل مدى كده الاقي كوبايه مفرقعه. فالطواجن دي احسن بكتير قوي، يعني ما بتفرقعش معاكي ولا اي حاجه. ما كانش عندي طواجن اصغر من كده، لو عندكم الصغيره خالص ممكن تستخدموها بتبقى حلوه جدا. حطيت بقى في الصينيه بتاعتي دي معلقه خل، وهقول لكم دلوقتي انا حطيت معلقه خل في الصينيه ليه. جبت بقى عندي هنا 6 كوبايات من اللبن، واللبن ده مغلي ومتبرد تماما، يدوبك دافي كده انك تستحملي صباعك تحطي فيه، ما يكونش سخن. جبت علبة زبادي، علبة الزبادي دي حوالي كده معلقتين كبار. هعدي الزبادي كده من على الصفاية دي كده علشان ينزل معايا كده ناعم ويدوب معايا كده بسهولة. فهبدأ انزله كده بالصفاية دي كده، واحط عليه شوية لبن كده واقلبه. هينزل بقى كده بعد كده معايا ناعم، واقلبه كده في اللبن ما يفضلش متكتل معايا. قلبت بقى اللبن كويس جدا كده مع الزبادي بالشكل ده. هجيب بقى كده الطواجن وابدأ اصب فيها كده اللبن زي ما انتوا شايفين. لو عملتوا الزبادي ده في كوبايات او في طواجن صغيرة هتعمل معاكم عدد كبير. الطاجن اللي انتوا شايفينه ده واخد مني كوبايتين من اللبن بمج الشاي. بعد كده هجيب مية مغلية وافضيها في الصينية زي ما انتوا شايفين بالشكل ده كده. معلقة الخل بقى اللي احنا ضفناها في الصينية كده مش هتخلي الصينية تسود كده من المية المغلية. هجيب كده فوطة واغطي بيها بقى الزبادي زي ما انتوا شايفين، وهغطيها كمان بفوطة عليها. يعني حاولوا تغطوها بحاجات كتير كده علشان المية تفضل سخنة معاكوا لأطول وقت كده، والزبادي بتاعنا كده يتماسك بسرعة. هسيبها كده متغطية بقى حوالي 6 ساعات، ما بدخلهاش الفرن ولا أي حاجة، زي ما هي على الرخامة كده. بعد 6 ساعات هشيل بقى كل الفوط اللي أنا مغطية بيها دي كده. هتلاقي بقى معاكي هنا الزبادي تماسك وبقى تحفة. هشيل بقى الزبادي ده من المية كده زي ما انتوا شايفين، وهدخله التلاجة حوالي ساعة أو ساعتين، وبعد كده يتاكل عادي جدا. شايفين بقى كده الزبادي بتاعنا متماسك ازاي، أحلى من أي زبادي بتجيبوه من بره. وحضرناه كده في 5 دقايق بس، ما بياخدش وقت خالص، وهيطلع معانا بالنتيجة القمر اللي انتوا شايفينها دي. بجد حلو جدا، جربوه جربوه علشان بجد يستاهل التجربة. لحد هنا كده انا خلصت الفيديو، يا رب اكون فدتكم باي حاجة. استنوني الفيديو الجاي، استنوني في فيديوهات كتير حلوة، واسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.